نحكي منافكن بس قصدا ما فكر. على كل قرارك اتحاد أوروبي قال لك مهم دركت حفظه مهي دعوج أحمد الشرع رهبو الاتحاد الأوروبي للدول المانحة خاصة الاتحاد الأوروبي أريكاريا سوري بكن بشتفاء أحداث يقول علوية رتشيبون وهنا لغو كرن وإيرو قرارك أدي تركي دركت حتى وزير خارجية هناك أسعد الشيباني أوجي قلت ندقوا ممنوع توري أوروبا هنا يعني قرار واضح بو إنه نما تعاملي بجولاني ردكن ودريجي نما جي رد فكن وحتى إيرو صحافة ألماني وانا جي درخست إنه نما وفدي أوروبي تشنا شامي ونما تكليه بحكومة الشرع ردكن حتى دمك التركي ما يزن قراراتي دي تركي درخن. طبعا إيرو صحيفة بلجي خبرك نخوش نشر عندبو طبعا صحيفة بلد وصل انتشاره ومعروفة بأخباري بما أنه منع حكومية جي أنه وزير داخلية ألماني وحكومتها سوري محاولة دكن أنه أف جماعتيك و حماية ثانوية جموع لجوء طبعا في كردنا مشمولين بيجبوهون زانا بنها ومحاولة كان حموكا فقرين السوري بشتي فترة كدي تركي خصوصا إيكو تأييداوي حكومتي تكن وطبعا أحمد الشرع طبعا بدي أحكيها باللغة العربية مشان يفهموا أخواننا العرب كمان اللي داخلين يقولوا احكوا باللغة العربية. اليوم كشفت صحيفة بلد الألمانية عن اتفاق بين وزير داخلية الألماني وحكومة أحمد الشرع بترحيل كل أصحاب الإقامات الثانوية بطلب من أحمد الشرع والحكومة السورية بطلب من أحمد الشرع والحكومة السورية بأنه راح يرحلوا كل أصحاب الأخوان العرب أصحاب المناطق اللي بيسيطر عليها الحكومة السورية كلياتهم راح يتم ترحيلهم إلى سوريا إلى سوريا. وهذا قرار جديد طبعا في ناس كتير ما لها يعني ما لها مؤيدة للحكومة للأسف أنا من هون لا بقول للأسف. أما الأخوة التانيين اللي هم مؤيدين لحكومة الشرع بالعكس يعني نتمنى لهم كل الخير ورحلة سعيدة. وأنا يعني حتى كان في اليوم برلماني يساري بعرفه كتبت له يعني كنا نكتب وكذا قلت له والله يا ريت تكون يعني بالباصات الخضراء قال ما عندنا باصات خضراء قلت له طيب اصبغوا الطيارات باللون الأخضر. فإن شاء الله قريبا الطيارات الخضر راح تشتغل إلى دمشق وتقوم بترحيل كل هؤلاء اللي بيطلعوا على المنصات واللي بيعلنوا تأييدهم لحكومة الشرع قريبا إن شاء الله بالطيارات الخضراء راح نشوفكم كلياتكم في دمشق. بتمنى لكم رحلة سعيدة بس إن شاء الله بس تاخذوا كم ربطة خبز معاكم لأنه أول فترة بتروحوا لهونيك لأنه هونيك الناس ما عندها خبز نهائيا والوضع بهدلة يعني بصراحة. الله يكون بعون الناس الله يكون بعون الناس كلياتها. طبعا مثل ما قلنا لكم تم إلغاء دعوة الجولاني في 17 الشهر بالنسبة للدول المانحة. كان هناك مؤتمر للدول المانحة كي يمنحوا الحكومة السورية الأموال والمساعدات أيضا لحتى يستطيع أن تنهض. طبعا احنا بنعرف من أول ما سقوط بشار الأسد إلى الآن لم يدفع رواتب الموظفين في سوريا ما اندفع رواتب الموظفين في سوريا إلا جماعة الهيئة فقط اللي هم ياخذوا رواتب وتم تسريح آلاف الموظفين. ونحن نعرف الشعب السوري أغلبيتهم اللي بالداخل يعتمدون على الوظائف مساكين يعني هذا أمر طبيعي يعني. فعشرات الآلاف اللي تم تسريحهم الآن ما عندهم صار 3 أشهر أو 4 أشهر ما عندهم مصدر رزق ليعيشوا منه. وأصبح الوضع في سوريا كارثة اليوم من خلال الصحافة الأوروبية. طبعا أنا ما بقول أنا اللي اتصلت مع ناس هناك لا الصحافة الأوروبية تتحدث أنه الوضع مزري في سوريا ومسائل التشليح ويعني في شهود عيان كتير أنه الناس عم تتشلح بالشوارع الناس ما بتقدر تطلع بعد الساعة 5 المساء وبالنهار لازم يكون مجموعة طالعين مع بعض 5 أو 6 بسبب المشلحين والحرامية. طبعا كمان الأمن العام عدده قليل جدا لا يستطيع السيطرة على كل مكان والناس بدأ الجوع الآن
يفتك فيها، فالناس راح تطلع قريبا حسب الخبراء الأوروبيين. الناس راح تنقلب وتطلع بالشوارع كلها بسبب الجوع، وحقيقة هاي. وكل الدول يعني حتى المساعدات اللي عم تصل ما عم تصل للناس نهائيا. المساعدات هاي عم تنباع بالسوق السوداء وبأسعار عالية جدا، سواء كانت تبعت المملكة العربية السعودية. الآن يبدو أن المملكة العربية السعودية كمان وقفت كل أشكال المساعدات. فكارثة قادمة في مناطق كنا نقول عليها النظام سابقا، والنظام الحالي اللي موجود أيضا. طبعا ردود الفعل الدولية بدأت أكثر وضوح الآن. اليوم البرلمانيين اليساريين الألمانيين يقولون للحكومة الألمانية بأنه تم الاعتراف بالإدارة الذاتية الموجودة، وهي الممثل الوحيد الموجود والشرعي في سوريا. فلا بد للحكومة الألمانية بالتعامل بشكل مباشر مع الإدارة الذاتية. وهذا أول نتائج التوقيع اللي حصل ما بين الجنرال مظلوم عبده وأحمد الشرع وقتها. حصل على مكتسبات سياسية هامة، حتى ولو لغي القرار أو الاتفاق، أو كما نقول وثيقة التفاهم اللي حصلت. فأول البوادر خرجت البارح على لسان هاكان فيدان. واليوم البرلمانيين الأوروبيين بعدة دول وعلى رأسها ألمانيا يدعون الحكومة الألمانية وحكومات دولهم بالتعامل بشكل مباشر مع الإدارة الذاتية والتنسيق معها كحكومة سورية بدل الحكومة الموجودة في دمشق. وهذا بدأ الآن الحديث عنه في أروقة السياسيين الأوروبيين. طبعا مثل ما قلنا لكم الحلقة باللغة الكردية، بس حبيت أني أضيف بعض هؤلاء الجمل باللغة العربية فقط مشان يعرفوا الأخوة شو اللي عم بيصير بأوروبا. أتمنى من كل الأخوة تراجعوا صحيفة بلد اللي متكلمين باللغة الألمانية ويشوفوا الخبر اللي منشور على صحيفة بلد، وهو عبارة عن تسريب من وزارة الداخلية الألمانية. هو عبارة عن تسريب من وزارة الداخلية الألمانية، وموجود على صحيفتها الإلكترونية، وهي أكثر صحيفة منتشرة في ألمانيا طبعا. وطبعا أغلبية أخبارها إن ما قلنا كل أخبارها اللي تصدر دائما واللي بتسرب فيها معلومات من الحكومة الألمانية تطلع صح بنسبة ما يقارب أكثر من 99%. فالأمر واضح وصريح بأن الحكومة الألمانية عم تتواصل مع حكومة الشرع بطرق غير دبلوماسية وحتى أنه ممكن تقدم بعض الأموال لحكومة الشرع. وراح تطلع قرار الآن بأنه كل أصحاب الحمايات الثانوية أو اللجوء الثانوي اللي حصلوا عليه قادرين أنه يزوروا سوريا أيضا، قادرين أنه يزوروا سوريا حسب صحيفة بيلد لمرة واحدة لحتى يروحوا يضبطوا أوضاعهم ويرجعوا بعدين ينتقلوا إلى سوريا. راح يكون الانتقال طبعا اللي بيروح طبعا خلص يعني هو أنه رايح وكذا، فالترحيل بشكل رسمي وليس أنه اختياري أنك أنت تروح ما عجبك ترجع تقول ما بدي أروح. لا، هم يعطوك كمان فرصة أنك أنت تزور بلدك قبل ما حتى يرحلوك، وحتى لو ما رحت وما زرت أيضا بكل الأحوال رح يرحلوا كل أصحاب الإقامات الثانوية. لا، الكرد غير مشمولين، الأخوة العلوية غير مشمولين، الأخوة الدروز أيضا غير مشمولين. فقط الأخوة العرب السنة، وخصوصا اللي تابعين لمناطق سيطرة الجولاني. نعم، فقط العرب السنة. وأكثرية الناس يعني لهيك الحكومة الألمانية توحد كل المواطنين إنه أي حدا بيأيد الحكومة هاي أو يطلع يجاهر بدعمه للحكومة الجولاني بأنه تبعت الناس مقاطع الفيديوهات، وعم بيجمعوا آلاف البيانات الآن، عم بيجمعوا آلاف البيانات لكل الأشخاص اللي عم بيبعتوا لهم أو يطلعوا على منصات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، اليوتيوب، التيك توك، الانستغرام، كل مكان، والتعليقات وكل شيء كمان
عم بيتابعوا هذا الشيء، ويحثوا المواطنين الألمان على إرسال تلك المقاطع على إيميلات خصصتها وزارة الداخلية الألمانية والبوندستاغ. وفي أرقام تليفونات أيضا مخصصة لهذا الموضوع. طبعا ملزمة إدارة التيك توك بحسب الاتفاقية اللي عملت معها واستمرت تيك توك في أوروبا أنه يقدم كل البيانات على أي شخص تطلب الحكومة الألمانية، يعني رقم الاي بي اللي راح يعرفوا من خلاله هو مين واسمه الحقيقي وعنوانه وكل شيء، حتى ولو طلع باسم مستعار أو من دون صورة أو من دون أي شيء. فبكل سهولة وبساطة طبعا عن طريق رقم الاي بي بيستطيعوا أن يعرفوا مين هو وشو هو اسمه وشو شبكة الانترنت اللي بيستخدمها ومن أي دولة حتى على الأغلب. طبعا هذا موضوع هام حبينا نقوله باللغة العربية. نرجع للغة الكردية. وكم قلت هو اتحاد أوروبي دعوة جولاني له كر يحفدهم هي كو هاتبنا اتحاد أوروبي أو وزير خارجية شي أول شي ياوي له كر نهاية وزير خارجية يا وزير خارجية. طبعا دربك قال لك مظن لتركيا هي ومتابعة صحافات تركيتكي قالكي كتنا هفدودا برياض روسي رجا أو هي معارضة دركت واتهام مباشر دا أردوغان بأنه أو سبب أحداث كل على ويارة تشيبون. وقوت أردوغان قوت عجلة نكي وتحلى قضية كردي نكي لتركي وسروق عبد الله ورجنان رات خلاص نكي تركي وي بارشبي وي تنبي أف أول جارة معارضات تركي بحساب بارشبونا تركي وتنبونا ويتكي. جارة دي زعيم معارضة جهابي اتهامك مباشر أردوغان ركر وقلت إذا قلت عجلة ناكي جبوت قضية كردي تركي دا تحالكي ونها نيزيك وولاطي دوراما حمو بارشبن سوري وبارشبي إيران وبارشبي وقلت إذا قلت دولتنا دي جي قلك هنا وبارشبن وياما أميت النبن وياما أميت النبن قلت حل ناكي تدجيك وحل لتركي تشبي ولاطي تركا بميني وكهو فقرنا صحافة تركي هنا الحريات ده زي ما قال وينا بينن واتهام أردوغان كر أردوغان طبعا برسفاوي داش أردوغان جي برسفاوي نادا بس برسفاوي نا كنا مقنع بو يعني برسفاوي نا مقنع بو وينا شكلك صريح جو إيراني نهاني يزيد بارشبي هندبينن إيرو ضرباتنا قلق ما صنصر حوسيا هبون يعني يمن خلاص واليمن يا أخي حتى ترامب قد جو سلاحي هو كامل نديني خو نسل منونا أزي يمن تناكم يمن إجباري وي بارشبي يمن جنوبي يمن شمالي وفينا زانن وبريان هاجي بارشبو بريا بري صالي نوطي وانا أساسا يمن دا بارشبو يمن الشمالي هبو يمن الجنوبي هبو. فمسألة تركات قلقي زور دبي وزحمت دبي ونها بلشين وبهفدو تصريحات تجي هفدو بدن وأف أول جارة جبركو معارضة ونظام وحمو بارتي تركا متفق بون دائما سر تشتك يكبونا تركي وأي خطر هاتما أنا سر تركا بهافدورة شارة سر ذكرن نهام دبين تصريحاتك وش جمعوا نادر تكفنونا يعني وكبيجي أردوغان تسبب بارشابونا تركي اگر تركي بارشابو مستقبل يعني تسبب ويناي مباشر جولو جرقت كوشبر كنت قبولناكي كنت قضية كردي حل كد دهم دوري تركي ده وتعجلناكي
ومقوتوا صالو نيفا كدي بصالي دي ويدس بيكي بوادري ويقلكي في زحمت بي وطنق بي ويقلكي زحمت بي وطنق بي للسروة وتشخاصي وقت هاري بوردة بهتر زحمت ترد بي سروانا وبهتر جي كرد قبولنا كان بحموتشتي يعني ما يزينا بريانها بحصا ولو تشنا تافه ذكرن حقوق ثقافية حقوق اجتماعية حقوق نزاتشك نها ورن بيجن أمي بحصا فيدرالية ذكر يعني حتى جهابي دقوت جو أم يعني والله تخو بقنا فيدرالي تشيتران بارشا جيب من بشتي فترة تركي حتى فيدرالية جي نماتي قبول كرن كو وقت هاري كو وقت هاري أو ناكجي نما بقبول كن بس دقيقة في خبري بخوينا طبعا مظاهرات الدرعة قلق قويين دركتنا بس أنا بتشكا كده سري أهل درعا طبعا حمو رهبونا وغنا في شكل واد خينا برتشينا علم برتشينا عالم برتشي يعني فعلا قلقي زحمة وضع إيرو ذكرى ثورة أبو شارصت إنسان در نكتبو بس هي من العام كسر ناكفي يعني ثورة بورا عالم تبي ثورة نجحية خراب تربو عناصر الامن العام يهجمون على المتظاهرين. الله اكبر. عناصر الامن العام يهجمون على المتظاهرين. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. عناصر الامن العام يطلقون النار على المتظاهرين. الله اكبر. الله اكبر. عناصر الأمن العام تكفر عناصر الأمن العام تكفر بالذات الإلهية. عناصر الأمن العام يكفر. شوف كلياتنا جايين ناكد ودي رسالة للعالم احنا تاريخ ثورتنا المجيدة ثورتنا العظيمة 18000 اللي هي طلعت من المساجد وصدحت بالتكبير ونزل اول دم طاهر للثورة السورية الكبرى من درعا من حوران. تاريخنا لا بنقبل نزوره ولو بيجي العالم كله وجماعة تظاهر سنة 2015 مع احترامنا الشديد لهم هي كانت لهم حركه واحنا بنشكرهم عليها. اما تاريخ الثوره نتمنى ونطالب من اعلام الجهات 18/3/2011 وغير هيك تقدروا انتم
اصبر. يا درعا حنا معاك للموت يا درعا. طلقت الثورة من درعا مرة ثانية. يا جولاني ويا نبيح نحن لداعش ما بنبيع. جاي من داعش، جاي من تنظيم الغربي على درعا لهون. الله وكيلك كلياتنا جايين نأكد ونودي رسالة للعالم. احنا تاريخ ثورتنا المجيدة، ثورتنا العظيمة 18000 اللي هي طلعت من المساجد وصدحت بالتكبير ونزل أول دم طاهر من الثورة السورية الكبرى من درعا من حوران. تاريخنا لا نقدر نزوره ولو بيجي العالم كله. وجماعة الثوار يقول لك 2015 مع احترامنا الشديد لهم هي كانت لهم حركه واحنا بنشكرهم عليها. اما تاريخ الثوره نتمنى ونطالب من اعلان الجهاد 18/3/2011 وغير هيك تقدروا انتم. هلا بالليل هاي. هلا بالليل. هلا قبل ساعة هاي الحوران كلهم طلعوا على الشوارع. نشوف هاي هلا كمان. ما بعرف على شو مختلفين، حتى على تاريخ الثورة، بس بلشوا اطلاق النار عليهم. الله اكبر. المشكلة هذول ما بيفهمون الا بالاعضاء التناسلية، يعني كل حكيهم حتى اذا يطلعوا ثورة ما عندهم غير الاعضاء التناسلية يحكوا فيه. يخرب بيتكم. عناصر الامن العام يهجمون ثقافة تحت على المتظاهرين. الله اكبر. عناصر الامن العام يهجمون على المتظاهرين. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. عناصر الامن العام يطلقون النار على المتظاهرين. الله اكبر. الثورة المضادة أيضا بالماطورات. الثورة المضادة أيضا بالماطورات. اسمع صوت الماطورات. الامن العام يهجمون على المتظاهرين. الله اكبر. عناصر الامن العام يهجمون على المتظاهرين. الله اكبر. الله اكبر. ما عندهم الأمن العام غير الماطورات. إيش مفكرين أنتم؟ كلها 15 20 سيارة هاي اللي بيدوروا فيها كل المحافظات. ما عندهم غير الماطورات. الأمر العام كله هدول جماعة ساسوكي والماطورات. الله اكبر. الله اكبر. ربك ونيش 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 ونيش. هاي الثورة.
الأمن العام في درعا يحتفل بذكرى الثورة بإطلاق النار على المتظاهرين. الأمن العام في درعا يحتفل بذكرى الثورة بإطلاق النار على المتظاهرين. عن كله مطورات يخرب بيت سندكم. كان ميزان الفرج الشدبي. أرتاب تابعة للقوات الأمريكية يدخل محافظة الأنبار قادمة من بغداد باتجاه قاعدة عين الأسد. عراق حازركن. عراق حازركن. طبعا تصريحك قال لك مهم. هي البريد صالح مسلم را كان لابد من وقف الهجمات على العلويين والكرد ولم يتم تنفيذ الاتفاقية. نقوم بنشاطات سياسية ودبلوماسية لوقف الإبادة الجماعية ضد العلويين. بحسب الاتفاق كان من المفترض أن تتوقف الهجمات ضد العلويين والكرد، لكن لم يتوقف أي منها. قد تكون عائلة الأسد علوية، ولكن الأسد لا يمثل العلويين أبدا ولم تكن له أي صلة بهم. المادة السادسة من الدستور تتعلق بحزب البعث الاشتراكي. الدستور الذي تقدمت به سلطات دمشق هو دستور بالي ولن نقبل به أبدا. طبعا الفيدري تحليلها كان لابد من وقف الهجمات على العلويين والكرد ولم يتم تنفيذ الاتفاقية. ايش معنى فيناكيا؟ طبعا كان فترة كدريجة جورد بيجم شلو تصريحات أبو خيني، يعني معناه هناك فشل الاتفاقية، يعتبر الاتفاقية لاغية. نقوم بنشاطات سياسية ودبلوماسية لوقف الإبادة الجماعية ضد العلويين. بحسب الاتفاق كلمة كان الفر بحسب الاتفاق كان من المفترض أن تتوقف الهجمات ضد العلويين والكرد، لكن لم يتوقف أي منها. معناه كان الفر شدبي واختاد بي لازمها يريش سر كردا وعلوية سكني بانا لغوري واتفاقية مكري، بس وقتها تشينا بي معناه تشيا معناه هناك تشيا معناه لغو. كلمة كان الحالي أخوة تصبح الاتفاقية فعل ماضي، تصبح الاتفاقية خلاص كد بو ماضي. قد تكون عائلة الأسد علوية، ولكن الأسد لا يمثل العلويين أبدا ولم تكن له أي صلة بهم. المادة السادسة من الدستور تتعلق بحزب البعث العربي الاشتراكي. الدستور الذي تقدم به سلطات دمشق هو دستور بالي ولن نقبل به أبدا. أفهموا واضحة أنه أم في دستور هناك التجاري قبول ناكن. طبعا فنزل عندن فيصل بلان جهايم روكيتي فورتي سوريا. صحيفة بلد الألمانية. الحكومة الألمانية تجري مفاوضات مع النظام السوري الجديد بهدف إرسال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا. شو ما هو دي سبس قيدي يوم متأخر جيد فكن شاشتشو دي سبس قيدي تقييد على البس، مع أنه مش غارج جبيرا كنا شغارة نافخمشي بس قيدي شباب بس قيدي. افتح جيستاس بكيرفك مكسنيناز بيرفك دي ساف هاتنا فرجي يوتيوبي هاتنا فيدري بينا موسى أري بس قيدي دنك هري شو كا سالار فكا سالار أفتشن رجع ما جولنا فكر نجبر ولا بلقي ناخذ معنا غريب. على كل صحيفة بلد الألمانية. الحكومة الألمانية تجري مفاوضات مع النظام السوري الجديد بهدف إرسال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا إلى سوريا. وبحسب الصحيفة يوجد في ألمانيا نحو 974 ألف لاجئ سوري، يتلقى منهم 512 ألف إعانة شهرية متوسطة قدرها 664 يورو، وهو ما يكلف دافعي الضرائب الألمانية أكثر من 4 مليارات يورو سنويا في المدفوعات المباشرة. ومن المقرر أن يقوم ممثلو عن الحكومة الألمانية بزيارة إلى دمشق على هذه الخلفية. من جانبها تطالب سوريا من ألمانيا في المقابل استثمارات في التنمية في سوريا. طبعا راح يقبلوا فيها كلياتها. ليش؟
سوريا ميتة من الجوع، طبيعي هذا. وفي الوقت نفسه يدور نقاش في ألمانيا حول ما إذا كان هؤلاء اللاجئون السوريين قد فقدوا وضعهم الحالي كطالبي لجوء بعد انتهاء الحرب في سوريا. جاركت صحيفة بيلد الألمانية: الحكومة الألمانية تجري مفاوضات مع النظام السوري الجديد بهدف إرسال مئات آلاف من اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا إلى سوريا. وبحسب الصحيفة يوجد في ألمانيا نحو 974 ألف لاجئ سوري، يتلقى منهم 512 ألفا إعانة شهرية متوسطة قدرها 664 يورو، وهو ما يكلف دافعي الضرائب الألمان أكثر من 4 مليارات يورو سنويا. فارق حافظكن لاجئين الألمان لاجئين السوريين إيكو سرجو بسنتري ألمانيا 4 مليار تصاليدة تكلفيني. ألمانيا 4 مليار تصاليدة تكلفيني. ومن المقرر أن يقوم ممثلون عن الحكومة الألمانية بزيارة إلى دمشق. على هذه الخلفية من جانبها تطالب سوريا مطالبة شرع سوري ألمانيا تشنا أنه أوجي استثماراتنا تشيكن، أوجي استثماراتنا تشيكن جبوكو قبول بكن أنه والج حموكا فقرين. وفي الوقت نفسه يدور النقاش في ألمانيا حول ما إذا كان هؤلاء اللاجئون السوريون قد فقدوا وضعهم الحالي كطالبي لجوء بعد انتهاء الحرب في سوريا. شبيحة الجولاني تهاجم مظاهرة للسوريين خرجت في هولندا للتضامن مع الساحل. في هولندا يا أنا بكسب الدوكتن. ما تدق عليهم ما تدق عليهم. لا هجومي بوليسات كان داعشي. جاء ورا جاء ورا جاء ورا. نحن بس لا ما تسب لك والله انتوا حرام تكونوا سوريين الاسد، حرام تكونوا سوريين الاسد. جاوز جاوز. مليون ونص سوري، 14 مليون دود فنيولي، 2 دينار 2 دينار 14 سنة نحن عم نقول واحد واحد واحد. الشعب السوري واحد اليوم ياكل واحد بس هو السني، هو العربي السني واحد صح، واحد 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 يعني ما في غيره. الشعب السوري واحد. أصلا هذا الشعار أكبر غلط. هذا الشعار واحد واحد واحد. الشعب السوري واحد. الشعب السوري ما هو واحد. الشعب السوري متعدد. الشعب السوري فيه طوائف كتير، فيه قوميات كتير، فيه أديان كتير. شلون الشعب السوري واحد؟ شو الشعار هذا السخيف الغبي؟ واحد واحد واحد. الشعب السوري واحد. يعني انتوا عم تعملوا كله مثل الحزب الواحد، اللون الواحد، الشكل الواحد، واثبتوا هذا. اثبتوا انه واحد واحد واحد. الشعب السوري واحد. الشعب السوري بس العربي السني يحكم فيه، يعني حسب رايكم انتم. هذا هو الواحد واحد الشعار تبعكم. حياته ما كان الشعب السوري واحد، ولن يكون واحد حتى. فرانكفورت ألمانيا: سوريا يحكمها فصائل إسلامية جهادية تفتك بأرواح العلويين كتصفيات عرقية منافية لحقوق الإنسان وكرامة بالعيش الآمن. شوفوا الشعارات هون بفرانكفورت.
massacre in Syria. Stop them more. Yes, support. Stop them more. Yes, support. الألمان طالعين مظاهرات حتى مع فرانكفورت. أسبي فيما هون حمو إيكو كاربي صبا الكولون دركة في ساعات دو أو جي مظاهرة دجي جولاني وانا هاي. ترامب أمرت الجيش بشن عمليات عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثي في اليمن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن، وقال عبر منصة تروث سوشيال: لقد انتهى وقتكم ويجب أن توقفوا هجماتكم بدءا من اليوم. إن لم تفعلوا فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل. هذا بس يوزع جهنم ابن الحرام، بس يوزع جهنم. کمیته ریوبرا PKK د دسپیکا داخوینی ده بالکشان سر سالوگرا 37 قرکرین الحلب چه یوگود اوین کو خواستن بوان ایریشن قرکرین کردستانی و گوهرین دوجه جاره کدن رو رشدکن. PKK شهیدین حلب چه ببیران نگود او شهیدین هبون و آزادی تجاریج بیر نکن. کمیته ریوبرا PKK آنی زمان کوکی تفگر آزادی گل و دوستین دموکرات او نوروز کدن پیشوازی دکن. نوروز 2025 به پنگاوا بانگاشتی و جواک دموکراتیک ریبرا پام پیروز دکن. وکی کوره برا پگوتی نوروز به PKK را خوش و آتبویه. ده سری ده جنو جوان گلیمه ولاد پاریس هر کس قادان تجیدکه. جهر دم بیتر آزادی فیزیکی ریبرا پو دفیرن. PKK ده سری ده ریبرا پو هورین پارتی گریلاین قهرمان جن جوان گلو دوستان نوروز لوان پیروز کرو هاگود. دی شخص کوایی همدم مازون دوغان شهید نوروزی ببیرتینن. دوی گلیمه نوروز 2025 گرسی و جوش پیشوازی بکن. لمیدانان آزادی فیزیکی ریبرا پو بهز ورگوتن. کمیته ریبرا PKK بالکشان سر بریار آگربستیا پارتی اوها گود. به بانگا ریبرا پور آگربستا کمرا گهان دیهی و سر 15 روز در باز کن. جبو بانگی و داخویانی امج هندر و درب داخویانین ارینی هاتن. لیدوی گاوین پراتیکی هبن و حتی چک نین بیدن کرن نممکنه نقاشک باش پیش بکوه. آگربستا که یکالی و نکاره گاوین پراتیکی بخوره بینه لو ما لازمه کو به تواهی چک ورن بیدن کرن. PKK را گهاند خو پراتیکا دستلاتا ترک نلگوری دمیه و د پیواجوی آگربستی دجی ایریشن به بالافر توپ و بویس و چکین قده خکری دوام دکن. هر روز بالافرین بچک این کشفی دفرن. جی 27 سبات و ور و هفدیتن بریبرا پوره پیک نهاتیه. هر وها پرگالان امرالیه هجی وکی بریه. دبه کو مجلس ترکن داخویانی دابن لیدی ساتشتکی پراتیکی تونیه. کمیته ریبرا PKK دیار کرکون نامه یک نویسکیا ریبرا پوگیشتی دستیوان او برسباوی. تیویرا وقتا مجورا قوي فشلي حمو تشتو بس فاروق عبد الله وجلان تخوازي بس وقت تاني بكسبي او في التاشا افيت وهشت العالية واتاني تيبيرا وافتك افقوتني هنا. طبعا الصبا دمي حمو تشتي جارك التركية فقرين عند خويا ملاطش بيرات كي واتش تيكون بحث كرين ويتشيبن امي جارك التركية امي دوباره كنشورا. کمیته ریبرا PKK د دسپیکا داخوینی ده بالکشان سر سالوگرا 37 قرکرین الحلب چه یوگود اوین کو خواستن بوان ایریشن قرکرین کردستانی و گوهرین دوجه جاره کدن رو رشدکن. PKK شهیدین حلب چه ببیران نگود او شهیدین هبون و آزادی تجاریج بیر نکن. کمیته ریبرا PKK آنی زمان کوکی تفگر آزادی گل و دوستین دموکرات او نوروز کدن پیشوازی دکن. نوروز 2025 به پنگاوا بانگاشتی و جواک دموکراتیک ریبرا پام پیروز دکن. وکی کوره برا پگوتی نوروز به PKK را خوش و آتبویه. ده سری ده جنو جوان گلیمه ولاد پاریس هر کس قادان تجیدکه.
جهر دم بيتر آزادية فيزيكية ريبرا بودقيرن PKK di serî de rêbera po hevreyên Partiyê Gerîlayên Qehreman jin ciwan gel û dostan Newroz li wan pîroz kir û hagot. Di şexsek hawayê hemdem mazlûm doğan şehîdên Newrozê bibîrtînin. Di vê gelê me Newroza 2025 girseyî û coş pêşwazî bike. Li meydanan azadiya fîzîkiya rêbera po bihêz were gotin. Komîteya Rêvebera PKK balkişan ser biryara agirbestiya partiyê û hagot. Bi banga rêbera pore agirbesta ku meragihandî heye û di ser re 15 roj derbas bûn. Ji bo bangê û daxuyaniya me ji hundir û derve daxuyaniyên erênî hatin. Lê divê gavên pratîkî hebin û heta çekneyên bêdengkirin nemimkûn e nîqaşek baş pêş bikeve. Agirbesteke yekalî wê nikaribe gavên pratîkî bixwerebîne. Lewma lazim e ku bi tevahî çek werin bêdengkirin. PKK ragihand ku pratika desthilata Tirk nelgorî de me ye û di pêvajoya agirbestê de jî êrişên bi balafir, top, obûs û çekên qedexekirî dewam dikin. Her roj balafirên bi çekên keşfê difirin. Ji 27 Sibatê vir ve hevdîtin bi rêbera pore pêk nehatiye. Her wiha pergala İmraliyê hê jî wekî berê ye. Dibe ku Meclîsa Tirk بۆ گۆدار کرد چکە گێزێ وەگەڕین her wiha pergala İmraliyê hê jî wekî berê ye. Dibe ku Meclîsa Tirk hin daxuyanî dabin lê dîsa tiştekî pratîkî tune ye. Komîteya Rêvebera PKK diyar kir ku nameyek nivîskiya rêbera po gihîştiye destê wan û bersiva wê jî cih de dane. Di 27 Sibatê de banga rêbera po li ser çapemeniyê hat parvekirin. Di yekê adarê de jî bersiva wê hat dayîn û nameya qalkirî jî çapemeniyê hat parvekirin. Di vê pêvajoyê de têkiliya me bi rêbera porê çênebûye. Ji bo pêkanîna kongreyê, çekdanîn û fesixkirina PKK daxuyaniya me ya yekê adarê esas e. Ji bo pêkhatina wan jî ta agahiyek rêbera po ji me re nehatiye. PKK ragihand ku ev pêvajo ciddiyet, hestiyarî û sebrê dixwaze. Jin û ciwan pêşengê vê pêvajoyê ne. Gelê me û dostên demokrat divê hestiyar û xwedî hewldan bin. Divê bi çalakên demokratîk zextê li desthilatê bikin û zorê bidin wan ku gavan bavêjin. Çalakên heştiya adarê li ser vê esasî pêş ketin. Pîrozbahî Newrozê jî divê li ser heman esasî be. PKK herî dawî jî xwest ku li qadên Newrozê azadiya fîzîkiya rêbera po bi dengekî bilind û hêz derkeve pêş û Newroz li her kesî pîroz kir. ساڵ و نیڤەکە ترکێوێ تەجرید سەرسەرۆک چێبێ تقریبا 2 ساڵ گەلک گەلک وەکە مژوەرە گوتی بەریە توقعاتێ من طبعا تحليلها من شخصية طبعا أفنا مقوتوي تجريد وقري ردا على الشائعات التي روجها غرفة المرتزقة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يديرها الاستخبارات التركية حول محاولة اغتيال فخامة الجنرال مطلوب عبدي من قبل هافال محمود بر خدان. نؤكد أن هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دلائل موثوقة. نعتبر هذه الشائعات جزءا من الحملات الموجهة لتشويه صورة القيادات الكردية وتعزيز الفوضى في المنطقة. حلقاته بير تيبيرا ونولوية ومقوتوا أف حملاكو لسر جنرال تشيدبي ودستكي ميتاكو حركان دل الفيالي وإناف مدى چاندي ونفسها فا إشاعتا واناكي جيكون ها درت كيفن ونا معناه ويناكي تشيا وش قيادية كي كرد يعني نافينا كي هافال